بسم الله، الله أكبر، بسم الله بسم الله. أهلا بكل أصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبة حكايات عود على بدء. قبل ما أبدأ يا جماعة بحب أعرفكم وأفرحكم إن إسرائيل دلوقتي بتعيش في أسوأ مرحلة من مراحلها من حيث التوتر، القلق، الخوف، الرعب، بعد ما عرفت مين هي مصر ومن هو الشعب المصري ومن هو الجندي المصري. الاسم محمد صلاح إبراهيم، عين شمس، القاهرة الكبرى، جندي، مجرد جندي عسكري أمن مركزي، الجنسية بلد الأبطال مصر. وانا النهارده ان شاء الله هجاوبكم على كل الاسئله اللي خطرت على بالكم ومحدش قدر يجاوب عنها ولم تنشر من قبل، بدءا من السبب الحقيقي اللي خلى الشهيد محمد صلاح ابراهيم يقوم بتلك العمليه وكيف قام بها لوحده، واللي مشي فيها مسافه 5 كيلو متر على رجليه لحد ما وصل للسياج الحدودي ومعهوش الا حقيبته العسكريه شايلها على كتفه، ودخل معبر العوجه من خلال ممر طوارئ نفق تحت الارض مخصص للجيش الاسرائيلي ما بيستخدموش الا وقت الحاجه، يعني في الطوارئ. والاسرائيليين لحد دلوقتي مذهولين ازاي الشهيد محمد صلاح ابراهيم عرف هذا الممر وهذا النفق، ثم استغل السكينه بتاعته العسكريه اللي معاه وقطع السياج الحدودي واللي كان مغلق او مربوط باربطه بلاستيكيه فقط، وبعدين عدى واصبح على بعد 150 متر بس من موضع الجنود، واطلق النار على الجندي والمجنده اللي هنتكلم عليهم دلوقتي. واقول لكم كمان ليه الشهيد محمد صلاح ابراهيم ما خدش حقه من التكريم، وليه ما اتعملوش جنازه عسكريه وتمثال، وليه ما بقاش بطل قومي او شعبي. لا، ده اتعمل له جنازه سريه محدوده واتعمل عليه رقابه على قبره، ومنعوا حتى امه من زياره قبر ابنها الشهيد، وقبضوا كمان على ابوه وعمه والعيله كلها للتحقيق معاهم، اعتبروه ارهابي. ليه؟ كل ده ليه؟ لكن فضلا وليس امرا. لو عجبتكم الحلقه ديت اوعوا تنسوا تعملوا لايك. المهم قبل ما ابدا تعالوا نشوف صور واسماء المجندين الاسرائيليين اللي قتلهم الشهيد محمد صلاح ابراهيم. ادي المجنده ليا بن نون، دي عندها 19 سنه، وده الرقيب اول اهاد دهان 20 سنه، وده الجندي يوري اسحاق 21 سنه. المجنده ليا والرقيب اول اهاد دول اللي كانوا قاعدين في برج المراقبه، تخيلوا ولد وبنت قاعدين مع بعض لوحدهم 12 ساعه كل يوم في مكان منعزل عن العالم. لك انت تتخيل بيعملوا ايه؟ نيجي بقى لإجابة السؤال اللي بيقول لماذا لم يتم تكريم الشهيد محمد صلاح بل اعتبروه إرهابي؟ السبب يا جماعة ببساطة إن الشهيد محمد صلاح أخذته النخوة والشهامة والحماس في مطاردة المهربين، وتخطى الحاجز الحدودي بين مصر وإسرائيل، وللأسف كل الأحداث اللي حصلت كانت داخل الحدود الإسرائيلية واللي اعتبروها خطأ وقع فيه الشهيد محمد صلاح، بمعنى إن الأحداث دي كانت وقعت داخل الحدود المصرية لكان الوضع اتغير تماما بدرجة 360 درجة. كان زمانه دلوقتي بقى بطل قومي واتعمل له كمان تمثال، لكن محمد هنا أخل بالشروط الدولية ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، معاهدة كامب ديفيد، واللي كان ممكن بسببها يوقع على مصر عقوبات دولية. لقوا كمان إيه؟ اعتبروا محمد صلاح إبراهيم الشهيد اعتبروه إرهابي، فما ينفعش طبعا بعد كده إنه إيه؟ يقام له جنازة عسكرية. معنى كده إن مصر بتأيد الحرب على إسرائيل وبتعلن كرهها لإسرائيل علانية، رغم ان اسرائيل نفسها والعالم كله عارفين ومتاكدين ان الشعب المصري بل والشعوب كلها تقريبا العالم كله بيكرهوا اسرائيل، وان اسرائيل بتكره مصر. اما عن اجابه السؤال الاول عن السبب الحقيقي لقيام محمد صلاح بتلك العمليه، قالوا ان احد القناصين الاسرائيليين قتل صديقه في وحده الامن المركزي المصري واللي كان معاه، وعشان كده قرر محمد صلاح الانتقام لصديقه. لكن طبعا الكلام ده مش منطقي، مش منطقي يا جماعه. ليه؟ لان المسافه بين الطرفين بين الحدود بين مصر واسرائيل 5 كيلو متر، يعني القناص الاسرائيلي اصلا مش هيشوف من على هذا البعد. لكن السبب الحقيقي فعلا انه كان في محاوله لتهريب المخدرات للجانب الاسرائيلي، وكانت المجنده
اللي هي ليا بن نون والمجند اللي كان معاه في البرج الرقيب اول كانوا على علم بتلك المحاوله، عشان كده قرر الشهيد محمد صلاح ابراهيم يمشي ورا المهربين تلك المسافه مهما كلفه الامر، ونسى كل حاجه لحد ما وصل لبعد 150 متر عن برج المراقبه الاسرائيلي. ولما حاولوا يشتبكوا معاه المجند والمجنده واللي قتلوا محمد صلاح، اللي يضحك هنا بقى ان اسرائيل بتقول ايه وبتدعي، تقول ان احنا لقينا المسدسات بتاعه المجند والمجنده ما طلعش منها طلقه رصاص واحده، يعني ما ضربوش على محمد صلاح اي رصاص، يعني هو ضربهم فجاه. ازاي؟ طيب محمد صلاح ضرب المجند او المجنده، واحد فيهم يعني ضرب المجنده مثلا الاول، هل المجند الثاني خلاص جات له حاله ذهول وحاله خلاص سكن، خلاص ما فيش اي حاجه، ما ضربش طلقه في الهواء؟ كل ده كلام فارغ، لابد ان يكونوا حصل مناوشه بينهم، لكن اسرائيل عايزه تبين ان هم ابرياء وما بيأذوش حد، وان محمد صلاح ارهابي. طبعا ده يبين كذب اسرائيل وكلام كله يضحك، يعني تاني واقف ساكت خلاص ما ضربش يا جدعان طلقه واحده في الهواء. طبعا الكلام ده كله كذب. من الاخر يا جماعه اسرائيل بترجع تاني لمرحله الصفر من جديد، يعني بقى لها اكتر من 50 سنه من بعد حرب 73 وهي بتحاول تثبت للعالم كله انهم شعب طيب ضعيف متسامح مظلوم، وانهم بيحبوا السلام وعايزين يعيشوا في امان. يعني يا عم احنا ماشيين جنب الحيط يا عيني، وان العرب هم اللي ظالميننا، وكل ده عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وملايين التيك توك اللي بيعملوها كل يوم عشان يقولوا احنا اهو لا لينا في الطور ولا في الطحين. لو اللي ضحك اكتر واكتر زور واحد من الجيش الاسرائيلي بيقول كلام يضحك، كلام يعني يبين مدى الرعب بتاعهم. اتفضلوا اسمعوا معايا.